اليوم وجبتنا دولمة حسب الطلب مال أخونا وصديقنا جنرال. هنا حنجهز الدولمة اليوم. عندي شجر وبصل وفلفل وطماطة ولهانة والكرفس وعندي اللحم ثرمته خشن، ثرمت اللي هي خشنة، وعندي شبنت دائما مجمدته وضامته بالمجمدة. هنا عندي كرفس ولهانة، والسلق غسلته بهالشكل، وهذا التمن غاسلته ومنقحته. هنا عندي دبس الرمان وبطل الكاتشب محضرته وزيت زين والملح. وهنا أنا تمر هند منقحته ومحضرته هالشكل، ومحضرة البهارات مال الدولمة وملح اللامندوزي. وهنا أنا هذا عندنا الشبنت مجمته ومجهزته وحضر عندي، دائما عندي جاهز بالمجمدة. وأنا ثرمت وحضرت المواد محضرة الطعام هنا، وحفرت الخضروات كلها جهزتها. هنا اللحم شوفوا شكله خشن بهالشكل، يبين من تستوي، حتى من تستوي الدولمة يبين بيها يفرط نفس اللحم، كبار كلش طيبة تصير الدولمة باللحم. وهسه حاليا حنضيف تمر هندي اللي منقحته. عندي بالعلبة شوية معجون حطيت فوق التمر هندي شوية مي، وحضيف باقي المواد. هنا عندي كاتشب حسب الرغبة، أنا أحب الكاتشب ويا الدولمة خليت لها كاتشب. وعندي هنا دبس الرمان، ضفت فد 3 خواشيق مال طعام. وهنا راح أضيف بعد الفليفلة هاي الحارة البطل، ضفت هماتين. وحضيف لمندوزي اللي ملح الحامض 3 خواشيق، ما نكثر هواي حتى تصير حامضة كلش ما تنوكل ما تنجرع، لا الحموضة تصير مالتها طبيعية طيبة. وحضيف البهارات خاشوقتين كبار مال أكل. حضيف الملح هم خاشوقتين مال أكل بهالشكل. وهنا حضيف معجون 3 معالق كبار مال أكل بهالشكل. بعد ما ضيفة التمن، وهنا خليت زيت قليل حتى يسوي لمعة بالدولمة، تصير اللمعة مالت الدولمة كلش طيبة. هنا نبدي نخبط الدولمة، نخبط المواد مالتها حتى تتجانس. وبالأخير حضيف التمن. هنا حفرت المواد وجهزتها، الفلفل، الطماطة، الشجر اللي باللهجة المصرية واللهجة العربية يسمونه كوسة، احنا باللهجة العراقية نسميه شجر. هنا عندي اللهانة والسلق غاسلتهم ومقطعتهم وسالقتهم. وهنا عندي البصل فرطته، وحاليا حضيف التمن حتى أخبط التمن ويا الدولمة بهالشكل. أضيف النسبة اللي يحتاجها، ونسبة اللي ما أحتاجه خليه بالمجمد، أحتاجه بغير شيء أضيفه للشوربة، أضيفه لغير شغلات. فلا تذبونه، اللي يبقى عندكم جاهز خلوه بالمجمدة، فرزوه بالمجمدة دائما أفضل، أحسن ما ينذب نعمة الله. وابدي هنا أخبط بالدولمة كملت عدي، وأبلش بعدين ما يبقى عندي بس اللف مالتها. القدر أنا محضرته، هنا أخلي زيت للقدر أزيته حتى ما تلشع بيه الدولمة بهالشكل. ندهن الجدر ونجيب العضود بهالشكل، نصفط العضود بهالشكل، ولا تخلون زيت هواي مضر للصحة. صفط العضود، بعدين نجيب الجزر عندي قطعته بهالشكل، ينطي منظر للدولمة طيب، وطيب هو بالدولمة ينطيها منظر كلش حلو. ايش عندكم ضيفوه لها الدولمة مثل باقي الجزر، اي شي تحبونه ضيفوه للدولمة. أنا ضفت ثوم، برشت الثوم وضفته ويا المواد
وهسه أبلش ألف الشجر في الدائرة كاملة. بعدين أبلش ألف المواد الباقية من الخضروات مثل الفلفل والطماطة والبصل بهالشكل على شكل دائري. بنات إذا زادت عندكم من المواد مال الدولمة والمثروم مال الدولمة ويا تمن، خلوه فد بكيس مال تفريز وخلوه بالمجمدة، ما عليه شي. هنا خلصت عندي لفة الشجر والفلفل والطماطة بهالشكل، وابلش ألف البصل بهالطريقة. وما أسولف لكم ريحة البهارات والمواد تجنن، ريحته كلش طيبة. واللي يشوف القناة مالتي واللي ما متابعني خليه يتابعني، وشاركوها لأصدقائكم، لأمهاتكم، لخواتكم، لصديقاتكم، بنات متابعيني. أي شي تشوفونه من قناتي لا تنسون اللايك والمشاركة، وحتى لو مقطع صغير يعني مشاركة صغيرة، مسج صغير، تعليق حلو مثلكم. قصدي يعني على المسج هو تعليق من عندكم حلو، كلش حلو، يخون التعبير مرات. تعليق حلو، فعلوا الجرس. وهنا عندي حاليا حلف أكمل البصل ولف اللهانة، لفيت اللهانة وكملتها هنا بهالشكل. وبلشت ألف السلق، راح أكمل لف السلق وما بقى عندي بس أطبخها أخليها على النار. هنا كمل عندي الجدر مال الدولمة. هنا بلشت خليت الجدر على النار، وراح أخبط له الصلصة اللي هي معجون وكاتشب ودبس الرمان، وضفت له لمندوزي، خاشوقة لمندوزي وخاشوقة شكر وخاشوقة ملح حتى تصير مو دولمة، حامض حلو. هنا بهذا القلاص مال المي ضفت له المعجون، شوف بهالشكل بشكل دائري. ولا تنسون ضفتوا له الصلصة، هزوا لي الجدر حتى تنزل الصلصة جوا وتستوي الدولمة من جوا اللي فوق. ودائما خلوا السلق مالتكم بالطبقة العليا حتى ما ينمر جوا. هنا جبت الماعون وغطيت الجدر بهالشكل، وراح أغطيه لين فارت عندي الدولمة بهالشكل، شوفوها. وارجع انص النار عليها من ينشف شوية المي. هنا نشف عندي شوية المي، نصيت عليها النار تتهدر. وما اقولكم سهمنا وسهمكم العافية. وهنا قلبنا الجدر. ولا تنسون اللايك والاشتراك والمشاركة وفعلوا الجرس حبايبي عيوني، وتعليق حلو مثلكم، ويستاهل اللي يطلب بالتعليق، وعيوني إلكم حبايبي انتو، وسهمنا وسهمكم العافية. وبهالشكل جهزت وكملت عندنا